سلام البنات ومرحبا بكم في قناة مطبخ زهرة. اليوم راح نشارك معاكم تحلية بزاف بنينة وبزاف سهلة وتجربوها إن شاء الله في شهر رمضان الكريم. تابعوني واكتشفوا المقادير. أول حاجة نبداو بها نحتاجو 3 صفار بيض و2 مغارف كبار سكر ولا فاني. لا فاني تستعملوا ليكيد ولا بودرة. هنا حطيت صفار البيض مع السكر، نضربهم شوية في الباتور ومن بعد نديرهم في حمام مائي باش البيض ما يبقاناش خضر، يطيب بصح مع التحريك المستمر، ما نخلوهمش هكذاك كما راكم تلاحظوا. ونصيحة ملاحظة فقط، الماء ما يكونش يلامس الصحن، لازم يكون بعيد عليه شوية. نبقاو نحركوا فيه كما راكم تلاحظوا حتى تحصلوا على هذا اللون الأبيض. ودوكا ننتقلوا للمرحلة الثانية. هنا عندي جبن مسكربون هذه النوعية، حطيت الباطة تاعي كامل، حركتها شوية بالفويك اللي فتحتها هكذا مليح، ومن بعد راح نضيف عليها خليط صفار البيض ونحرك جيدا كما راكم تلاحظوا. بعد ما ضفت خليط صفار البيض حركت مليح ونديرها في الثلاجة ونخليها، ونروحوا للمرحلة الثالثة. هنا نحتاج إلى 2 معالق كبار سكر وكاس كريمة سائلة لاكريم فريش. نحطوا لاكريم فريش مع السكر ونضربوهم مليح حتى نتحصلوا على خليط ثقيل ومتجانس كما راكم تشوفوا. هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. ودوكا نخلطوا لاكريم فريش أو الكريمة السائلة مع الخليط الأول. خلطتهم مليح بالفوي، نضربهم شوية بالباتور كما راكم تشوفوا، ونحطهم في الثلاجة باش ننتقلوا للمرحلة الرابعة. وفي المرحلة الرابعة هنا حطيت 2 مغارف كبار نسكافيه مع كاس ماء دافي، نحرك مليح حتى تذوب نسكافيه، ونبدأ نحط في أصابع البسكويت تاعي، نشمخهم ونحطهم في المول كما راكم تلاحظوا. والآن نغمس هذاك البسكويت تاعي في القهوة ونستفهم كما راكم تشوفوا. كملتهم كامل، بعد نضيف الخليط تاعي. صدقوني جات بنينة بزاف، وسورتو الخليط مسكربون جبن مسكربون هايل، ما راح تحسوا كامل بطعم الجبن. نديرو لاكوش الاولى بعد نزيدو الطبقة الثانية. الطبقة الثانية راح ندخلوها للثلاجة، نخلوها تبرد مليح باش نضيفو نرشو عليها الكاكاو. ما نضيفوش الكاكاو هكذاك باش ما تشربش. أنا بعد ما بردت مليح خرجتها وضفت عليها الكاكاو، ونعاودو نخلوها تبرد مليح باش تجد روحها ونقدروا نقطعوها. وهاي لكم النتيجة. صدقوني جات بنينة بزاف وهايلة وكيما اللي تتباع برا، وانا نفضل تخدموها في الدار خير من تشروها برا. في الدار نقية وبنينة وتعرفوا وش حطيتوا فيها. ما تنساوش تخلوا لي جيم وتعليق، ونتلاقاو في فيديو قادم. إلى اللقاء.